للضيوف كده في رمضان، حاجه بعد الفطار. وعشان ما تستغربوش دي مش زلابيا، دي حلويات برازيلي واسمها بلبيانه. سهله جدا واي حد هيعرف يعملها. خطيره. لازم تجربها. يلا نوريكم الطريقه. طاسه حليب مكثف، طبعا حليب مكثف منزلي، احلى حليب مكثف ده ولا ايه؟ واللي عايز يعرف طريقته يدخل على البيج هيلاقي فيديو موجود، شوفوا على طول. جوز هند. جوز هند كتير، بقى. حطوا هند نفسها، هم كتروا. لا نعذب جوزها بس. ايه كل ده في ايه؟ مش انت عايز كتير اهو. حته زبده كده ما تبخلوش على النار بقى، وهنفضل نقلب فيه لحد ما يلم مع بعض. احتاجنا شويه حليب مكثف فضفناه، واول ما تمسك في بعضها وتبقى شبه العجينه كده هنسيبها تبرد شويه. بردت هنشكلها كرات صغيره الحجم اللي انتوا عايزينه. فكرة هي بتلزق في الجوانتي قوي. ايوه اقلع الجوانتي. البس جوانتي تقولوا له اقلع الجوانتي تقولوا له البس جوانتي. خليها عليك، هي مش لازم كرات منتظمه. انا بقول هي مستحيل تطلع منتظمه. لا براحتكم ما خالص. تثبتوش، اعملوا مثلث. وهتمسك لما تبرد اكتر. انت مش متخيله ان الريحه قد لا لا، وانا والله وانا مش متخيل ليه، ما انا معاكي. ما هو ممكن تبهرني انا، ما تبهركش انت. ما اقدرش انبهر من غيرك. انا هنبهر غصب عني. بعد ما شكلناها كور بالطريقه دي هنشيلها في الفريزر نص ساعه عشان تجمد وتتماسك. ونعمل الكراميل. هيا بينا. معانا حوالي كوبايه سكر على نص كوبايه ميه، وهنفضل نقلبه ونسيبه على النار لحد ما يتكرمل. الكراميل جاهز. هناخد بتاعتنا ساقعه لسه خارجه من الفريزر، على طول في الكراميلا. احنا ما غمقناهوش يعني، احنا عايزينه فاتح. طب انت بتعملي لوحدك ليه؟ ما تنسوش تدهنوا الطبق زيت علشان ما يلزقش فيه، عشان نطلعه شكله جامد كده. ليه كده؟ ايه ابعد ايدك. بص واحد يعمل بس، ما عشان هيبرد. لما تتلسع. معلش هو دايما في مطبخ من غير اصابات. لا هو صراحه كل ستات البيوت المطبخ معلم عليهم، وكل الشيفات المطبخ معلم عليهم. اللي ما خدش علامه زي دي يبقى ما خدش علامه جوده. يبقى شيف نص نص. عمو ده عاوزين ندوق. مش نقول عمو ده مين اللي بعته لنا؟ مين؟ وكمان مبخره ميدوز لامب. بصوا حب دي بنوته بعتهم لنا اسمها اسراء، دي ظريفه ولذيذه قوي. هي بتعمل الشغل ده كله هاند ميد. لو حابين تطلبوا منها اي حاجه هنسيب لكم اللينك في الكومنتات. وكمان هي كانت حابه تشكر زوجها جدا ان هو اكبر داعم ليها. كل سنه وهو طيب. ندوق بقى عشان انا استني بصي اسمعي. انا عاوز واحده السكر اللي عليها ده قليل. بسم الله. هي جميله جدا بس انا عندي اعتراض عليها بس. اهو عشان هو نفس اعتراضي انا متاكد. طبقه السكر الخارجيه مش حلو. اديتها سكر كتير كتير سكر. بس هي طعمها من جوه جامد. فانا رايي عامله زي الفريرو روشيه. انت خدتيها من على لساني. فريرو روشيه. انا رايي بقى نعمل حركه جامده قوي قوي قوي. هتنقلها في مكان تاني. شوكولاته بيضه تتسيح تنزل فيها، تحفه. ولوزه بقى من جوه وخلاص. خلاص كده. عملتوا عظمه. يعني اي ضيف هيقول لك انا عاوز طبق وانا ماشي. طعم اللي جوه خطير. اللي ما بيحبش السكر كتير ما ننصحوش بالطبق الخارجي، واللي بيحبه برضه يعمل شوكولاته بيضه هيبقى طعمها احلى. صراحه جربوها بالشوكولاته البيضاء. احنا ما بنحبش نكذب عليك. لا استنى كمان يا مؤمن، ممكن يعملوها برضو بالشوكولاته اي طبعا ممكن خالص. يعني قصدنا ان حاجه تبقى اقل في السكر من دي. وفي نفس الوقت هتحافظ على تماسك الجوز هندي، يبقى كور. هتبقى عملتوا حاجه حدوته. دمتم سالمين.